بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في لايف جديد من هنا من محافظة الغربية، وتحديدا في سوق 2 في منطقة العجيزي. هيكون معانا عم أبو يحيى، يعني معاه مقتنيات من زمن جميل فات، اللي هيعرفنا وهيطلع يحكي لنا قصة العملات وقصة الإصدارات القديمة الموجودة هنا معاه من سنين السنين. ازاي حضرتك؟ نتعرف باسم حضرتك؟ زكريا العاشري او الشهيد ابو يحيى. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني انا شايف قدام حضرتك عملات قديمة ومن الفضة ورقية. لا، معدنيه ورقيه. معدنية ورقية. معلش، اصل احنا بنقول على اي معدن بنقول على فضة. في عملات فعلا فضه بس مش موجوده عندنا. موجوده عندنا. تمام. طب يعني انا عاوز اتعرف من حضرتك على اقدم عمله موجوده معاك. اقدم عمله موجوده ديت اللي هي ال 10 جنيه ديت. ديت صدرت بعد الثوره على طول، بعد ثوره 52. دي بعد الثوره مباشره. اللي هي ال 10 جنيه دي 10 جنيه. يعني ممكن حضرتك تقلبها كده على الجنب الثاني. دي تعتبر اقدم حاجه عندنا. دي تعتبر من ايام الرئيس جمال عبد الناصر ولا الرئيس بعد الرئيس عبد الناصر على طول، من بعد الثوره مباشره اصدار دي ال 10 جنيه. حضرتك تتذكر ال 10 جنيه دي كانت تشتري ايه وقتها؟ كانت تشتري حاجات كتير، لان ال 10 جنيه ديت كانت بتعمل 50 ريال فضه، وزن الريال 28 جرام. ريال يعني ديت كانت تشتري 50 ريال فضه في العقد ده. وزن الريال 28 جرام. يعني كان الفضه كان يومها 9 مليم جرام. لا معلنا من الدهب. معلنا من الدهب، احنا ما نذكرش الدهب. طيب. طيب. العمله اللي تليها اللي مع حضرتك موجود ايه؟ موجود ال 5 جنيه ديت برضه. دي برضه في نفس التاريخ، سنه 59. سنه 59. ديت برضه من بعد ثوره 52 برضه بدا اصدارها، بس كانت بتنزل الاول على صوره الملك فاروق. بعد الثوره شالوا صوره الملك وحطوا صوره توت عنخ. دي هي كانت نفس الشكل اللي قبل ثوره 52. نفس الشكل بالضبط. ممكن تثبت لنا كده كان نفس الشكل، بس كان هنا صوره الملك بدل الصوره. تمام. ممكن نقلبها على الوجه الثاني. نفس الشكل من ورا ما اتغيرش. التراث اليوناني ده. تمام. وايه معاك تاني يا عم ابو يحيى؟ عندي برضو ال10 اللي هي في عهد الرئيس عبد الناصر، اللي هي ديت. برضو عليها صوره فلوس. ديت في الستينات، ودرت في الستينات. دي كانت في الستينات. في الستينات. سوري. يعني يا عم ابو يحيى كانت تشتري ايه في الوقت ده؟ لا، هي كانت تشتري حاجات كتير، يعني ال 10 جنيه كانت قيمه. يعني كان مين اللي بيشيل 10 جنيه في الوقت ده؟ ما كانش حد يقدر يشيل ال 10 جنيه. الموظف بياخدها مرتب، يعني كان الموظف بياخدها ب 7 جنيه و6 جنيه. الموظف بيبيع ما كانش بيتحصل على 10 جنيه. كان ب 7 جنيه. اعلى موظف في الدوله كان 15. ما شاء الله. طيب. في عندي برضو ال 5 جنيه اللي هي برضو التوت، نفس التوقيع برضو الرفاعي. برضو نفس التوقيع اهو. توقيع عبد الحكيم الرفاعي. 5 جنيه دي عليها العلامه الباقيه هنا النسر. 10 جنيه تجيب 10 في البحر. حضرتك تقدر يعني الاسعار الحاجه اللي انت بتبيعها دي بكام؟ بتبيع ال 10 جنيه دي بكام؟ دي يا باشا ب 50 جنيه. ال 10 جنيه دي حضرتك بتبيعها ب 50 جنيه. لما تبقى حاجات رخيصه زي دي 50، وممكن تكون اقل من كده لما تبقى. ودي تعمل لها 40 5. ما شاء الله. دي بقى اللي غاليه شويه، ممكن تعمل لها من 60 ل 70. 5 جنيه. دي من سنه كام دي يا عم ابو يحيى؟ دي سنه 59، بس اصدارها بدا من بعد 52 على طول.
اصدارها بدأ من بعد 52. اه بس في اصدار اللي قبليها ايام الملك برضه، بس كان على صوره الملك نفس الخمس. ما شاء الله. انا ديت برضه بتعمل 60 جنيه قلت. اه دي تعمل لها حوالي 60 جنيه، حالتها عاليه شويه. طيب العملات المعدنيه اللي معاك بقى، يعني اللي فيه كتير من جيلنا عصره، زي ال10 قروش وال20 قرش، يعني ممكن موجودة. نشوفها مع حضرتك. موجوده برضه. موجوده دي ال 10 قروش. دي عمله تذكاري 10 قروش تذكاري. 10 قروش بتنزل بالنسبه تذكاريه. مكتوب عليها الجمهوريه العربيه المتحده. دي في الستينات. دي من الستينات. عليها تذكار. انا شايف الريال اللي هو الكبير ده. الريال موجود. يا اهو اللي قدامي ده. ده وده. ده في عهد الرئيس السادات الله يرحمه، ده كان متداول عادي. ده في عهد الرئيس السادات. 20 قرش متداول. ال 20 قرش. الله يرحمك يا سادات. قبل الريال ده ريال معدن، كان بينزل في اول الريال الفضه اللي هو 28 جرام ايام الملك. حضرتك قلت لنا معاك اول 20 جنيه، اول اصدار ال 20 جنيه. اول اصدار ال 20 جنيه بيسموها 20 جنيه الحنطور، عشان عليها الحنطور. كانت كبيره قوي. ده الاصدار الاول ال 20 جنيه. خير. الاصدار الاول ده نزل سنه 76. اول اصدار سنه 76. قبل كده ما كانش فيه عشرينات خالص. ما كانش نزل اي ورق بالعشرينات. انا حضرتك الورق ده طبعا من سنه 1898. بدا اول 10 جنيه وجنيه ونص جنيه وثلاث. اول ما طلعت باشا حرب عمل البنك الاهلي. فبعد كده بداوا يطبعوا كل الاوراق، العملات الورقيه. ما كانوش طبعوا ال 20 خالص الا في عهد الرئيس السادات. دي اول اصدار ال 20 كانت جميله وحلوه. بتبيعها بكام دي؟ دي على حسب حالتها، يعني كده حالتها نضيفه شويه دي بتعمل 100 جنيه. في منها بتعمل 4 كيلو لحم. تبدا من 30 جنيه 40 جنيه. ما كملش الوقت. دي كانت تجيب لها 5 كيلو لحمه. 5 كانت تجيب 5 كيلو لحمه في وقتها. انا كلمنا بقى عن باقي العملات اللي معاك. انا شايف معاك البريزه والشيلن. البريزه والشيلن دي من سنه 67 عليها صوره ديت. في عليها صوره النس 67. وفي عليها الصقر. شايف الخمسه سعر. لا الورق والشيلن، الورق ده يعملوا كام يا عم؟ البرايز والشيلينات دي كلها. ديت سنه 67. 67. شايف الصوره اثناء دي الحرب. في 10 سنين دي من وقت حرب 67. من ايام النكسه. من ايام النكسه. العلم. تمام. وفي بقى بعديها صدر اصدار سنه 72 على صوره ايه؟ الصقر من ورا بدل النس. يعني انا حضرت يعني دي عليها نس هو عادي بتاع الجمهوريه العربيه المتحده، وده الصقر 2 جنيه 2 قرش جمهوريه مصر العربيه. ما شاء الله. قروش وده 10. والبرايز الصفرا ديت والريالات الصفرا. لا مفيش ريالات صفرا، ده هي برايز بس. اهي ال 20 قرش. لا دي 20 مليم. 20 مليم؟ دي 20 مليم سوق الزراعي. سوق الزراعي دي كانت تعتبر قرشين سنه، بيقولوا عليها قرشين سنه. دي 20 مليم مش 20. دي 20 مليم دي من سنه كام دي؟ دي من سنه 58. من سنه 58. نزل منها اصدار واحد بس بالمناسبه تذكاريه، مناسبه سوق القاهره الصناعي الزراعي. دي كانت تشتري وقتها عم ديت كانت تشتري لها قرص سجاير ولا حاجه. دي كانت تجيب قرص سجاير؟ كانت علبه السجاير ب 2 جنيه ب 20 سنه. 3 سنين. ما شاء الله. ايه تاني معاك يا عم ابو يحيى؟ يعني ورينا الحاجات بقى. الربع جنيه اللي هو الشيلن ده. هنجيب الربع جنيه والشيلينات الورق. ديت. في اصدارات برضو نزلت بالقانون سنه 40. ففي اول اصدارها سنه 40، يعني نازله بالقانون سنه 40. ففي بقى متداوله تنتها شغاله لحد السبعينات، وبعد كده اختفت. او الثمانينات كمان تنتها شغاله. والربع جنيه الثاني ده الربع جنيه الورق ده برضو في السبعينات. فيه نزل منه في 69 برضه. على النسر ايام اتحاد الجمهوريات العربيه، على النسر وعلى النكتتين. في منه بقى عليه الصقر ده بس ده اقدم شويه. ده القديم. انا عندي من ده اكتر. مطيه واحده بس بتسجل. تمام. عم ابو يحيى انت تراث يا عم ابو يحيى. ربنا يخليك يا باشا. انت من امتى بدات في الحاجات دي؟
انا بدات وانا كنت هاوي من 30 سنه، بحب جمع العملات القديمه دي، بحب التراث القديم واحب اي حاجه قديمه. العملات القديمه بالذات كنت بحب بهواها وبركنها يعني. وبعدين بدات تتعامل فيها، تبيعها وتشتريها. بيع وشراء وكلام كده يعني. دلوقتي هوايه وبيع وشراء في نفس الوقت. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويبارك لك يا عم ابو يحيى، وشكرا جزيلا على وقتك. تحت امر سعادتك.